السلام عليكم حبيباتي، كي راكم لاح؟ ان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم كامل بصحه جيده. اقول لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله ربي يتقبل منا سائر الاعمال فيه يا رب العالمين. نبداو على بركه الله. اليوم جيتكم طاجين تاع جلبانه بالدجاج، يجي محمر، يجي بنين، يجي لذيذ خفيف، نقدموه كطبق رئيسي. انا اليوم حبيت نجرب معكم هذه الوصفه، ان شاء الله تعجبكم. اذا جربتوه على طريقتي غادي يعجبكم بزاف ويجي خفيف وظريف. اللي ما يحبش الجبان بهذا الذوق يعجبه. ان شاء الله نبداو على بركه الله. جبت انا هنايا دجاج، ملعقه تاع سمن، نديرو نص حبه تاع بصله مبشوره او بصله صغيره، نضيفو جلبان كميه اللي تحبوها. انا نحب غير كميه صغيره هذه. اذا حبيتوا تضاعفوا الحجم ضاعفوا الحجم. عود قرفه. بالنسبه للزيبيس عندنا هنايا كيلو تاع الدجاج. الفلفل الاسود، والكركم. نضيفو شويه تاع ملح، نص ملعقه صغيره، لان غادي نضيفو واحده مارجيكو ولا جامبو تاع الدجاج. اللي ما يحبش الذوق تاعه ما يضيفهاش. نديرو الطاجين تاعنا فوق النار ونخلوه يتقلى واحد 10 دقائق. هنا حبيباتي بعد ما تقلى مليح انا خليته واحد 10 دقائق. هنايا نمرقو بزوج كيسان كبار تاع ما، ونغلقو على الطاجين تاعنا ونخلوه يطيب مدة 20 دقيقة ولا نص ساعة. وهنا بعد حبيباتي بعد ما طاب على نار قليلة نجيبو معدنوس تاعنا ونقطعوه لمخصيات صغار هكذا. نقطعو المعدنوس تاعنا عليه، ونجيبو عصير الليمون نرشو عليه عصير تاع الليمون، ونخلوه يتجمر واحد 5 دقائق ونقدموه. والان حبيباتي هاولي الطبق تاعنا تاع الجلبان كطبق رئيسي نقدموه في رمضان. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه. اقول لكم صحه فطوركم وكل عام وانتم بالف خير. رمضان كريم على الامه الاسلاميه جميعا. اذا عجبتكم الوصفه لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي.